الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. اهي كفايه بقى عشان نكمل تصوير. جميل قوي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنملح البسارية. طريقه سهله وبسيطه خالص، ممكن اي حد يعملها في البيت. بصوا انا جايبه كيلو بسارية جميله قوي. لما ننقي البسارية ننقي اللي هي الجامده، ما تبقاش مهريه او الكلام ده كله. بصوا اهي بسارية بسم الله ما شاء الله، كلها اهي جامده طازه حلوه اهي. ما نجيبش حاجه مهريه ونعملها اهي، لازم كده يا جماعه تبقى ايه، ناشفه. بصوا تبقى ناشفه كده. طريقتها بسيطه خالص. احنا طبعا بنحب البسارية، فطبعا هي هجمه دلوقتي في السوق كتير بسم الله ما شاء الله. غسلنا البسارية، غسلناها 3-4 غسلات. لما نضفناها خالص ما بقاش فيها اي حاجه، حطيناها في المصفى علشان تتصفى لو فاضل فيها اي ميه. كده الميه خلاص انتهت منها، احنا سايبينها بقالنا مثلا ساعتين مثلا. ما فيهاش اي ميه. بصوا بقى عندنا ايه، عندنا نص معلقه شطه كبيره، وعندنا معلقتين كركم كبار، وعندنا معلقتين ملح كبار، ومعانا ليمونه، ومعانا الزيت بتاعنا. ويلا بقى ندرب الخلطه بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعه، هنجيب دلوقتي الطبق اللي هندرب فيه. ادي البسارية بتاعتنا هنقلبها هنا كده كلها اهو كده بالشكل ده. هنحط معلقتين الملح ومعلقتين الكركم ونص معلقة الشطة. تمام كده. عندنا ليمون هنعصر الخلطة. بصوا يا جماعة احنا لو قطعناها كده اهي تتقلب كلها كده مع بعضها. بصوا ادي العلبة اللي هنحط فيها البسارية. بصوا انا بحب ارصها، ما احبش اقلبها قلب وخلاص، فانا همسكها كده هرصها واحده واحده اهو، تبقى مفروده كده وحلو. بصوا يا جماعه احنا هنرصها كده بالشكل ده اهو. هنكمل بقى العلبه كلها كده وارجع لكم تاني. خلاص زي ما انتم شايفين احنا عبيناها. انا بحب ارصها طبعا، ما بحبش اقلبها وخلاص، هو مش قلب وخلاص، مش عجينه يعني. ادي اهو رصيناها. بصوا بقى هنعمل ايه، هنعصر عليها نص ليمونه كمان اهو كده، وهنجيب بقى الزيت ونقلب بقى كده عليها زيت اهو. يعني تقريبا اخدت مننا كوبايه الا ربع زيت. هنجيب بقى عندنا شويه خل، نقطه خل بس كده، يعني معلقتين خل، معلقتين كبار خل اهو. بصوا بصوا الزيت عليها قد ايه. طبعا احنا ما حطيناش ميه خالص عشان هي هتنزل منها ميه، الميه بتاعتها هتنزل فيها. بصوا الزيت واصل لفين اهو. بصوا من هنا بصوا الزيت. فاحنا هنقفلها اهو زي ما انتم شايفين، عبيناها كده في العلبه اهي. هنقفلها، هنقفل عليها ادي. هنسيبها 5 ايام. انا عن نفسي هسيبها يومين بره التلاجة، وبعدين ادخلها التلاجة تكمل بقيه سواها في التلاجة عشان الجو ابتدى يحرر وممكن انها تبوظ مننا. فاحنا هنسيبها يومين بره التلاجة ونكمل ال3 ايام التانيين، وبعد ما تخلص خالص هرجع لكم واوريكم بقى شكلها عامل ازاي. يلا بينا. وادي البسارية بتاعتنا خلاص خلصت زي ما انتم شايفين اهي. سيبناها يومين بره التلاجة، واليوم ودخلناها التلاجة قعدت يوم كده، بقى لها 3 ايام اهي. بسم الله ما شاء الله. هنغرفها بقى. بصوا جبنا بقى الطبق بتاعنا اهو. مش هنغسلها ولا اي حاجه، ان احنا كنا غسلينها كويس قوي. وادي جملناها، نعصر بقى عليها عصره ليمون اهو، ونرش عليها رشه زيت وبس كده. بصوا بقى ادي الطبق بتاعنا. بصوا جميله ازاي، مش محتاجه اي حاجه ولا تتغسل ولا غيره. احنا حاطين عليها البهارات بتاعتها كلها، وبسم الله ما شاء الله عليها
عايزين بقى ندوق. ادي بقى العيش بتاعنا وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا بصوا. بسم الله ما شاء الله، مظبوطه بالظبط، مش عايزه اي حاجه اهي. بصوا جميله ازاي. الولاد عندي بيحبوها بيموتوا فيها. زي ما قلت لكم هم 3 ايام، يومين بره وبعد ما خلصنا اليومين هنحطها في التلاجة. 3 يوم في التلاجة وهناكل على كده. وخلص الفيديو بتاعنا على كده، وهي البسارية بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وجربوها، جميلة قوي هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.